الأمانة كلمة مشتقة من الأمن، ولا يمكن لأي مجتمع من المجتمعات أن يتطور وأن يحدث التقدم دون أن يكون فيه الأمن والأمان. كيف يكون مجتمع إذا لم يكن فيه أمن وأمانة، إذا لم يثق أفراده بعضهم ببعض؟ حتى ديننا الكريم على صفات وخصال كثيرة، حثنا على التحلي بالأخلاق الكريمة: الصدق، أمانة، العطف على الآخرين، بر الوالدين وغيرها من الصفات. الأمانة صفة أساسية يجب أن يتحلى بها كل مسلم. الإنسان الأمين هو الذي يكسب ثقة الآخرين، وقد وردت الأمانة في الكثير والكثير من الأدلة الشرعية. قال تعالى: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. وصفة الأمانة وجدت في أعظم شخصية من شخصيات التاريخ على الإطلاق، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لقب بالصادق الأمين. وتحلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات الكريمة، فكان يحسن التعامل في التجارة ومع الناس، وكان يحسن الحفاظ على الأمانات بمختلف أنواعها. والأمانة أنواع ليست قاصرة على نوع واحد. أول الأمانات هي الأمانة العظمى، أمانة الدين، فديننا أمانة يجب الحفاظ عليه. كيف نحافظ على ديننا؟ أن نلتزم بما أمر الله به، وأن نبتعد عما نهانا الله عنه، نبتعد عن النواهي وعن المحرمات. وكل ما أنعم الله به علينا فهو أمانة يجب الحفاظ عليه. جسدك أمانة، السمع، البصر، الفؤاد، القدم، اليد، كلها أمانة علينا أن نحافظ عليه. أعراض الناس أمانة يجب أن نحافظ عليها وأن نصونها من التدنيس ومن الحقد. يجب أن نتجنب الوقوع في الفواحش مهما كان نوعه. الإنسان سيحاسب، أنت هتحاسبي على صونك لهذه الأمانة، أنت ستحاسبي على شرفك وعلى عرضك. هل حافظت عليه أم لم تحافظي عليه؟ يجب على كل فتاة وكل امرأة أن تحافظ على شرفها وأن تحافظ على عرضها، لأنه أمانة ستسأل عنها يوم القيامة. الأبناء أمانة، تربيتهم ورعايتهم مسؤولية تقع على ذوي الأمر، على أولياء الأمور. عليهم أن يحسنوا التربية ويحسنوا التنشئة. العمل الذي تقومين به أيضا أمانة. أنا كمعلمة علي أن أؤدي دوري، أنت كطالبة عليك أمانة يجب أن تحافظي عليها وتلتزمي بها. المذاكرة، المتابعة، احترام المعلمين والمعلمات، كل هذه الأمور أمانة عليك أن تلتزمي بها. حفظ السر أمانة، والكلمة أمانة يجب أن تحرصي عليها. بوحك للسر أو إفشائك له يعتبر خون الأمانة، خيانة للأمانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: 4 إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: صدق حديث، حفظ الأمانة، حسن الخلق، وعفة المهر. صدق الحديث يعني عليك أن تلتزمي بالصدق في الكلام، في الأقوال وفي الأفعال أيضا. وحفظ الأمانة وحسن الخلق لأنه أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة. لا إله إلا الله، أن نقول كلمة لا إله إلا الله بصدق، بإيمان، وأنت موقنة بها وتؤمني بها صدق الإيمان وحسن الخلق، هو أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة.
وعفة المطعم. وعفة المطعم المقصود بها الكسب الحلال، أن يكسب الإنسان قوت يومه من حلال. وقد جاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليسأله عن الساعة، متى الساعة يا رسول الله؟ فقال له: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. إذا ضاعت الأمانة من الأرض فانتظر قيام الساعة. قال: وكيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسل الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يعني إذا وضع الرجل الغير مناسب في المكان الغير مناسب فإنها إشارات وعلامات بدء قيام الساعة، إسناد الأمر لغير أهله. وفي الحكمة جاء الكثير والكثير عن الأمانة. من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة فقد تبرأ من الديانة. هذه حكمة قديمة قالها أجدادنا وآباؤنا. من ضيع الأمانة ورضي بالخيانة أي قبل أن يكون خائنا فقد تبرأ من دينه. وقديما قالوا أيضا: أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة. هذه نبذة عن الأمانة. ندعو الله جميعا أن تكون الأمانة هي خلقنا ومسلكنا في الحياة الدنيا، وأن يكافئنا الله عز وجل على إن شاء الله إخلاصنا وعلى عملنا، وأن يجعله خالصا لوجه الله تعالى. وشكرا، والسلام عليكم.